لسه مكملين معاكم في حصاد 2022. وزي ما قلت يا دينا في البداية ان احنا مش مهتمين بس بالسينما وبالتلفزيون وبالمسرح، احنا كمان مهتمين بالمطربين والموسيقى اللي كنا حريصين دايما على التواجد في كواليس تصوير الاغاني وتسجيلها، وكمان كنا بنحب ان احنا نتعرف على مشاريعهم الجاية وكواليس مشاريعهم الحالية. اي اغنيه بيبقى وراها جهد وتحضير كبير، وانت شفتي قد ايه فريق بيبقى ضخم جدا في الكواليس وكمان بروفات الاغاني اللي احنا حبينا نكون موجودين، وعلى قد ما نقدر كمان احنا رحنا كواليس الحفلات دي عشان نشوف قد ايه الفريق ده بيشتغل وبيحضر عشان الشكل يطلع مناسب للجمهور. لقاءاتنا ركزت اكتر على الكلام مع المغنيين والمطربين على شغلهم، ده غير تواجدنا كمان في كواليس الحفلات قدرنا نسمع من المغنيين والمطربين انطباعهم وردود الافعال اللي وصلت لهم. غلطان واستاهل الأغنية دي مش عارفة من أول ما نزلتها تعبتني. اجمل لحظه بالنسبه لي والجمهور مستنيني وانا هطلع على الستيج. كل مره بحاول اقدم اون ستيج غنوه الناس مش متوقعه ان انا اغنيها، لان عندي هيستوري كبير جدا، يعني بتتكلم في 400 غنوه، منهم مثلا 300 مش هقول لك يعني يمكن 300 وشويه محفوظين. النهارده ان شاء الله باذن الله بسجل اغنيه عن الاب، ان هي تتغنى من البنت لابوها بس بشكل مش درامي. اغاني الحب اللي عندي ما هياش يا حبيبتي والسهر والعذاب يعني مش الحاجات التقليديه. الحمد لله طبعا، وشكرا كمان ان هم بيجيبوا لي اوركسترا كبير، دي حاجه كويسه. انا وجهة نظري من اول يوم ان انت وانت بتسمعني كانك شايفني، فما عملنا بعد كده الصوره تبقى ترجمه للي انت سمعته. اغنيه من زمان قوي، اغنيه من 2008 مثلا، من 2008 2009 حاجه زي كده. عادي يعني، كنت طفل، بالعكس اسمها مسامحك. الميني ألبوم 4 أغاني سو فار، بس ممكن يبقوا 5، فمش عارف، مش عايزة أقول عدد، بس احنا سو فار يعني اشتغلنا 4. اللي قال كلام والموضوع في الغنى كمان، حتى في طريقة الغنى مختلف، يعني جديد عليا، اللي هو مش حاجة أنا عملتها قبل كده. فالكلام عجبني قوي واللحن عجبني جدا والتوزيعية، يعني جيزو ما شاء الله الله ينور عليه، يعني عمل توزيعية محترمة. عندي كتاب جديد، كتاب بعنوان في روحي نداء، عشان كل الحاجات اللي في روحي طلعتها في الكتاب ده فسميته في روحي، يعني في روحي. للاسف بقى الظروف الايام اللي فاتت، ظروف الكورونا والظروف اللي كنا فيها، ما كنتش يعني مؤهل نفسيا ان احنا نعمل حفلات تبقى حفله شبابيه وحلوه. عملت اغنيه انا بحبها، عجباني، كلام ولحن انا حساهم، والتوزيع طبعا كملهم، فالحمد لله حصل بقى كده. والله طبعا انا ما كنتش اعرف ان احنا بنعمل حاجه للاختيار اصلا، يعني من الاول. يعني انا بشتغل مع تامر كروان، فقال لي في عمل مهم جدا جدا وفي مشهد مهم قوي، المسلسل ما فيهوش تراك. الالبوم الجديد انا ان شاء الله كده نازلين بيه قريب ان شاء الله. اتعاملت مع الاستاذ عزيز الشافعي وتعاملت مع الاستاذ حسين محمود، اتعاملت مع الاستاذ تامر حجاج. بدعمه كاخ اكبر، كابني. ادي الدعم اللي انا عايز اقوله، كرؤيه، كخبره. تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي. انا عندي اكثر من اغنيه، بس اللي بيصير انه انا بجهز وانا بوزع الاغاني مع شقيقي داني خوري اللي هو اكترية اغاني بيعملها. اسم الاغنيه انا مش محتاجه اتغير عشان اعجب حد، او انا مش محتاجه اتغير. الغنوه دي انا عجبتني لاسباب كتير. اولا انا ما بغنيش لحد. انا للامانه فوجئت بالفنان مولوتوف وما كنتش اعرفه للامانه. اتحمست رغم ان هم كانوا متوقعين ان انا ممكن انسحب، لا اتحمست. انا بحب الجنان، في الفنون جنون على حب حياتنا. لو ما فينا هيدا الشيء، هيدا المحرك طبعا. الكليب ده هينزل في شهر 9، اتمنى ينزل في 9. احنا صورناه قبل الكورونا باسبوع، وصورنا في اماكن مختلفه في دهب. غنوة ولاد الناس بالنسبه لي هي بروجكت قررت ان انا اعمله،
عشان انا كل كام سنه كده لازم بعمل اغنيه بصوتي. بالنسبه لي كانت طريقتي في التشبث يعني بالحياه وبالحاجه اللي هي حيه فيا اللي هي الموسيقى. والله مبسوط جدا، حاسس ان اول خطوه في المشوار خلصت، اول تور خلصت، والحمد لله الناس اتبسطت، والناس كان الحضور كتير جدا، اتبسطت يعني جدا، واتبسطت ان هم اتبسطوا كمان. احنا كواليسنا بنيجي من بدري جدا قبل الحفله ب4 5 ساعات على حسب يعني الحفله فين ومكانها واهميتها وكده. احنا في حاجه اسمها ساوند تشيك، بنيجي مثلا لو النهارده حفله 7 بنيجي الساعه 2. سعيد اولا جدا برجوع الفنان النجم فارس. كان الاختيار في الاول كان على احمد اسامه المخرج، كنا اوريدي اشتغلنا مع بعض قبل كده حاجه سوا. احنا في الكليب عندنا في تطور في الاحداث. كلمني استاذ خالد داغر وقال لي ما يعني تعالى نعمل بقى كلنا نعمل حفلات، لان احنا بالمناسبه الناس ما تعرفش ان كل الناس اللي شغاله في الموسيقى التصويريه كلهم اصحاب وزمايل يعني. الحاجه اللي موجوده النهارده بتتكلم عن الشباب، الجيل اللي طالع كله. انا مخضوض من اللي بيحصل. هي غنوه الحقيقه انا حابب ان انا اقدمها لكم بكل الحب، لانها فعلا هي غنوه حب. كلمات احمد علي موسى، تلحين مدين، التوزيع الموسيقي لعمرو عبد الفتاح. ابتديت مع فرقه ابن عربي ببدايه الالفيه لما كنت لسه ولد صغير. انا ابن الطريقه الصديقيه. اعتقد المخرج كلمني عن طريق مدير الانتاج وجم قعدوا معايا وكده وقالوا لي انك انت الجزء الواقعي في المسلسل، يعني كل واحد طالع باسماء مستعاره وبتاع، لكن انت طالع حسام حسني اللي كان في التسعينات. عندنا حفله النهارده اتش واتش ومسار اجباري ووسط البلد في افتتاح مهرجان نون ستوب ميوزك. فكره يعني جميله، يعني انا شايف انها حاجه جديده. دي توليفه مش بتحصل كتير في الوطن العربي. المسرح هيك الطاقه تبعه رهيبه. انا بحب المسارح الكوزي، يعني بحب غني اوت دورز الاماكن المكشوفه. عمليا لا نجم ولا فنان، اب عم خال كان موجود في بيت اطفال الثمانينات، بمواليد الثمانينات مواليد التسعينات، فانا بالنسبه لهم كان صوت حدا بيعرفوه، حدا من اهل البيت. التجربه انا متفائل لها. نوران فنانه جميله وموهوبه جدا، واظن هيبقى الجمهورين حلو ان كل واحد يعني كل واحد جمهوره يسمع التاني، فدي بالعكس انا بحب اشوف الحاجات دي حلوه زي التعاونات عامه. بعض الفنانين بيربطوا اسمهم باسم مثلا ألبوم معين، فحبيت تكون عام يعني عرفت مبهم انه بدي انا احضر 2022. انا عارف الجمهور ده، عارف الفئه العمريه، عارف منهم حتى ناس صحابي يعني حنتبسط مع بعض متاكد يعني. وانا بحب الشعب المصري، فبس بتعامل باحترام وحب للناس والناس مش بتخيب ظني. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.